بدنا نحكي اليوم عن القانون الانتظام المالي المحال إلى مجلس النواب، والذي يشوبه الكثير من الثغرات والغموض في العديد من فقراته، ووجود اعتراضات واسعة على هذا المشروع من مختلف مكونات المجتمع اللبناني. المطلوب اليوم أن يلعب مجلس النواب دوره في دراسة هذا المشروع وتعديله عبر اللجان المشتركة والبدء بنقاش قانون الانتظام المالي، وهذا طبعا قد يستغرق وقتا طويلا. كما أنه من الضروري الإشارة إلى أن صندوق النقد الدولي والجهات الداعمة هم الأكثر ترقبا لصدور هذا القانون، فلا نعرف حجم هذه المخاطر من جراء إقرار هذا القانون وما يرافقه من مقررات على مستوى صندوق النقد والجهات الداعمة بين هلالين. فهذا القانون من خلال مقدمته ومواده يعرض الأزمة المالية التي بدأت عام 2019 على أنها أزمة اقتصادية عامة، ويحمل الخسائر أو خسائر المودعين لانهيار مالي شامل، وهذا تزوير للحقائق. فالواقع القانوني مختلف تماما. إفلاس المصارف ومصرف لبنان كان قائما قبل تشرين الأول 2019، والخسائر التي نتجت عن تهريب الأموال والتلاعب المحاسبي وتحويلات تفضيلية غير قانونية. يعني الكثير من السياسيين قاموا بتهريب أموالهم خارج لبنان وفق أي قانون ووفق أي إجراءات، وعملية تهريب واضحة لتلك الأموال. القانون لا يستعيد الأموال المنهوبة، بل يشرع الخسائر وينقلها إلى المودعين. المخالفات الأساسية سنتحدث بها: انتهاك حق الملكية، المادة 15 من الدستور، خرق مبدأ المساواة أمام القانون، تجاوز السلطة القضائية واستبدالها بقرارات إدارية، تشريع المصادرة بأثر رجعي دون أحكام قضائية، مخالفة أصول الإفلاس والقوانين المصرفية، تثبيت رواية غير صحيحة في مقدمة القانون ما يشكل خطورة قانونية دولية. أما فيما يخص الودائع، يتم التعامل مع الودائع كحقوق قابلة للتعديل لا كملكية خاصة. يفرض اقتطاع مقنع على المودعين بأثر رجعي. كبار المودعين يتحملون الخسائر بغض النظر عن أي خطأ ارتكبوه. بخصوص التحويلات السابقة ل 17 تشرين 2019، فرض مساهمة استثنائية على تحويلات كانت قانونية. المصادرة تتم إداريا دون محكمة، استثناء تحويلات النافذين مثل التعميم 154 ما يكرس المحاباة. النتائج القانونية الخطيرة: تبييض تشريعي لجرائم مالية، مصادرة غير قضائية، تلاعب محاسبي مستمر بين المصارف ومصرف لبنان، تحميل خسائر للمودعين بدل محاسبة المسؤولين. هنا لابد من تحذير نواب الأمة أن التصويت على هذا القانون يعني تبني وقائع غير صحيحة، ولا يمكن التذرع بحسن النية بعد توجيه التحذيرات. فالحصانة النيابية لا تحمي أحد من المساءلة والملاحقة القانونية والتواطؤ في إخفاء عائدات الجرائم. المصادرة الغير قضائية، الاحتيال المالي المستمر، المسؤولية قد تكون محلية ودولية. يعني في عملية خطرة كتير كبيرة في لبنان اليوم يحضر لها من خلال هذه السلطة. لا نعرف إذا هي عملية نهب أو نوع آخر من المؤامرات والمشاريع التي تتهدد حقوق الناس وترخي ظلالها الاقتصادية والمعيشية على الناس، من ضمن مشروع محاصرة الناس والتضييق عليهم وإشغالهم في همومهم المعيشية والحياتية. هذا القانون برسم مجلس النواب ورئيس مجلس النواب على أن يتم النقاش الجدي والوصول إلى خلاصات تخدم لبنان واللبنانيين.